يا صباح الفل والورد والياسمين على اجدع ناس المصريين. النهارده يمكن قبل ما ابتدي طبعا زي ما بنبتدي كل مره نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب الصحه والستر ورضا الوالدين وحب الناس، ويجعل نهارنا نادي ونشوف بلدنا اجمل بلد في الدنيا ان شاء الله بعون الله بينا وبيكم يا رب. النهارده يمكن بدايه الشتاء الحقيقي بقى، يمكن كان في شويه مطره حلوين كده الصبح واحنا نازلين. الجميل في الموضوع ان يعني شويه المطر اللي نزلوا دولت ما عملوش زي كل مره، هم مش صحيح مش كتير، لكن ما عملوش الازمات المروريه الفظيعه اللي هي ممكن الواحد هيقول مثلا ان هو اتاخر قوي بسبب الميه. في ناس اتاخرت وفي حتت كانت اتاخرت لسبب اعطال عربيات حوادث. ما كان في على كوبري 6 اكتوبر قصه زي كده واحنا جايين، لكن مشيت الدنيا ابتدت تمشي. اتعشى من يعني الناس كلها تبقى عامله حسابها ان عندنا مطر هينزل، ان في كميه ميه كتيره هتبقى في المحافظات، لان الدنيا خلاص احنا شتاء والمطره بتنزل، فنبقى عاملين حسابنا في تصريف الميه دي في البلاعات او ازاي تسليكها او اي شكل من الاشكال، بحيث ما يبقاش في اعطال مروريه. لان كل واحد اكيد هيبقى رايح مشاغله، رايح شغله، ممكن عربيه اسعاف تبقى رايحه تنقل مريض، عربيه مطافي رايحه تطفي، اي حاجه من الحاجات دي تبقى سكتها سالكه بعون الله يا رب العالمين ان شاء الله. طيب انا عايز اتكلم بقى في الجو ده، عايز احيي كل مجند وكل جندي على الحدود، عايز احيي كل عسكري واقف في الشارع، كل شرطي واقف بيشوف شغله، كل واحد من القوات المسلحه بيشوف شغله، كل واحد نزل شغله النهارده في الهواء زينا كده، وكل زمايلنا اللي ورا الكاميرات. عايز احيي كمان كل ام بتساند ابنها وبنتها وبتديله دفعه ان هو يبقى حاجه في يوم من الايام. بتكلم على الرياضه بالذات. كل مره هنطلع نقول يا جماعه احنا عايزين نقف ورا اولادنا، عايزين نديهم البوش وعايزين نديهم الزقه اللي عشان خاطر ان هم يشتغلوا ويتحركوا اكتر، ونطلع بالموهبه دي بحاجه في قدام. طيب احنا النهارده هنتكلم في حاجات كتير، عندنا 3 فقرات. الفقره الاولانيه هتبقى مبادره مشروع التدريب من اجل التشغيل، بندرب شبابنا عشان خاطر يطلعوا يشتغلوا في المجال بتاعهم، يبقى طالع فاهم هو بيعمل ايه. الفقره الثانيه دراسه لاستنباط سلاله القمح بيزرع في الاراضي المالحه ومقاومه الجفاف والملوحه، ودي طبعا قصه جميله ومحتاجين احنا نتكلم فيها عشان نفهم الدنيا ممكن تبقى ماشيه ازاي في المناطق اللي ممكن يبقى في الارضيات مملحه شويه او الرمله مملحه. الفقره الثالثه هتبقى جميله جدا معانا، هي يمكن دراسه خاصه للمكفوفين. عملوا عصايه معينه، مجموعه من الشباب الجميل فاز بالمركز الاول في مسابقه انجاز مصر، عمل عصايه معينه بحيث ان هي تستشعر، بيبقى فيها سنسور بيستشعر قبل 70 سم الحاجز اللي قدامه او المعوقه اللي قدامهم، فبكده ممكن المكفوف او ضعيف البصر يقدر يلحق نفسه قبل ما يصطدم بالموضوع. خلونا ناخد فاصل سريع عشان نستقبل ضيوفنا ونبتدي على طول حلقتنا، يلا بينا.